السلام عليكم ورحمة الله. معكم دريس. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كيدوز النهار ديالي كطالب مغربي في الصين هنايا في شهر رمضان. من بعد ما فقت وصليت صلاة الفجر الصبح، قريت الورد اليوم ديالي وكنتسنى تقرب ليا الوقت باش ندخل، حيت غادي قاري مع 8. لبست حوايجي وجمعت الكتوبة ديال المواد اللي عندي في هذا الصباح، سديت الباب وكنفكر بلي اليوم ما فقتش للسحور. حسيت بالعطش مع البداية ديال النهار، مي الحمد لله صافي تميت غادي بالموتور ديالي قصد الكلاس. لقيت مع الافارقه اللي كيقراو معايا، طلعنا نمشيو نقراو مجموعين. كان عندنا في الحصه الاولى ستاتيستيكس اللي كتقري علينا نفس الاستاذه اللي كتقرينا الماط في الليل. من بعد ما سالينا اول حصه خرجنا تمشينا شويه ومشينا للحصه الثانيه اللي كانت عندنا، هي مايكرو ايكونومكس، الماده اللي كتعجبني الصراحه. صافي وهكا سالا الصباح ديالنا. ما قديتش الفطور في هذا النهار، عجزت ديال بصح، كسرت الصيام بالتمر وصليت المغرب. وعلى الزهر عندنا المغربيات اللي كيقراو معنا كانوا قدوا الفطور، جابوا لينا معاهم شي بريوات والكيكات وفطرنا في القسم. سالينا خرجنا انا وهاد المونغوليين الحمقين، مشينا صافي هكا سالا النهار ديالنا. في الاخر صلينا التراويح مجموعين. هكا تقريبا كيدوز النهار ديالي. ما تنساوش تقولوا لي كيفاش كيدوز النهار ديالكم حتى نتوما في المغرب. عارف غتكونوا احسن منا، خصوصا فاش كتفطروا مجموعين مع العائلات ديالكم وكتخرجوا تصليو التراويح مجموعين في الليل. المهم هكا كيدوز النهار ديالي. ما تنساوش الا عجبكم الريل خليو لي واحد اللايك وكومونتير، وخليو لي شنو باغيين تشوفوا في الريل الجاي.